بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ لاباس بخير الحمد لله. ان شاء الله فيديوهاتي كامل يلقاكم بخير وعلى خير. حولي البنات على الفترة هذه اللي طولت فيها بزاف عليكم. رجعت لكم بفيديو ختانة ولا طهور، كل واحد وش يقولوا تاع انس ولد اختي. ننصحكم ما تراطيوش الفيديو لانه فيه بزاف حوايج، عادات وتقاليد في الختانة للناس الشاوية وغنى بالبندير. نبداو بالنهار الاول كي بدينا التحضيرات. جبنا الكاطو كامل اللي خدمناه باش نحطوه في ليزاسيات. حطينا الكاطو كامل في ليزاسيات، غلفناهم كامل بابي سولوفان، حطيناهم في السله وخليناه حتى يعدو. حنا كملنا التحضيرات كامل، تعشينا، كنا سهرة بالبنادق، كانت سهرة تهبل ما شاء الله. الصباح بكري كانوا فوروا رفيس وعمروه في ليبوات، لصقوا فيه التيكي تاع ختانة مباركة أنس قبل ما يجيو المعارض، لأن كنا مدايرين عشاء. الطفلة اللي خدمت حوايج تاع ديكوراسيون قالت لي تلصق ونظمت الطابلة كيما راكم تشوفوا. نقولها يعطيك الصحة حبيبتي، كل جا طوب ما شاء الله. جبنا الحوايج اللي راح نوزعوهم في الليل في الحنة، حطيناهم حتى هما باش ما نساوش حتى حاجة. القاطوات كامل، التوزيعات اللي راح نوزعوهم على الولاد الصغار، الجير فيس اللي المهم الحوايج اللي وجدناهم كامل حطيناهم كيما راكم تشوفوا في الفيديو. هنايا بعد ما تعشينا، سمحوا لي البنات نسيت ما صورتش العشاء. بدينا في السهرية تاع الحنة تاعو. هنايا كانت عمته ربي يحفظها كانت ترون في الحنة باش تحنيلو هي وماما. هنايا بدات تحنيلو عمته وماما معاها، هو يبكي ويعيط، مشي يحنيولو بالسيف ما خلاهم. بعد ما حناولو كيما راكم تشوفوا هنايا بصعوبة كبيرة، كلو الكوطون ديسك اللي مكتوب فيها ختانة مباركة أنس، اللي هي ثاني بصعوبة كبيرة باش خلاهم يربطوها له. كملوا حناولو، جات هنايا المرحلة اللي راح يبداو يقصوا فيها لاطارت كيما راكم تشوفوا في الفيديو. لما كملوا قصوا لاطارت بداو يوزعوا فيها على الغاشي كامل. التوزيعات هذو كانوا يوزعوهم على الولاد الصغار. انايا كنت نحيتها لواحد طفل صغير بالسيف ما مدها لي باش نصورها لكم. انايا النهار اللي راح يطهروه فيه وجدنا الصينيه قبل ما يجي الطهار، وجا طهروا في الدار. انايا كي دخلوه لداخل باش يطهروه، انايا كي كانوا يطهروا فيه جابوا البنادر وناضوا يغنيو غردو باش تجيه طهارة سهلة.
راح نروحو كيما يقولوا هنايا الحزام. حنايا بصراحة في عاداتنا وتقاليدنا ما عندناش، بصح في عادات وتقاليد ضربة شيخ اختي عندهم يديروا الحزام كيما راكم تشوفوا فيه. وماما الفين يديروها بطريقة مغايرة، يديروا خمارات يعقدوهم كامل في بعضهم ويلصقوا فيها الحلوى وحاجة تاع فضة، يخليوها مدة 7 أيام ياكل منها غير طفل هذاك اللي طهر وشحب. هنايا بعد ما فاتت 7 أيام، الحوايج اللي خلاهم طفل هذاك المطهر يجيبوا صينية كبيرة يحطوا فيها الحوايج اللي بقاو، يجيبوا ساشيات ويعمروا فيها طرف طرف للمعارض اللي جاو نهار الطهر كامل. وهنايا كنا لحقنا نهاية الفيديو، نتمنى اني كنت خفيفة ظريفة على قلوبكم. راح نخليكم هنايا صور تاع الحوايج اللي درناهم كامل. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.